هيك يعني حزن علي ان انا يعني غريب وماشي معي وانا مش عارف انه بيساعدني. هو بيساعدني بس كان ادي له كل ما يضل فراطه، يعني يسموها الفكه 2 يورو اديه له. فكر انا في الاردن شين انه باريزه مش عارف قيمته الا بعدين. فاليورو ادي له يورو فكمشة يورو في النهايه اخذهم مني. فسلمني لاسبانيا، ركبت انا كانت هدفي التارجت تبعي، كان لي صديق في النرويج. فانا كان هدفي التارجت في النرويج، قالوا النرويج حلوه وفيها شغل وروح على النرويج. فانا قلت خلص هدفي النرويج. فانا قلت كيف بدي اروح على النرويج؟ فكان عندي راح اخذت قطارات. الخطه التارجت اسبانيا فرنسا، فرنسا المانيا، المانيا السويد الله ده انت لفيت اوروبا. السويد النرويج. بدت البدايه الاولى كانت باسبانيا، رحت على اسبانيا طبعا. يعني انا نازع اسبانيا لازم في البدايه انزل على اول بلد. البلد الاولى كانت عندي اسبانيا، انا مش عارف اعمل ايه باسبانيا. يعني دائما حكيتها، كانت كل الناس قاعده في القطار وكل واحد له هدف براسه. يعني ده بياكل بنته، ده باكل باكيت بوز وبياكل، ده بيلعب بلاي ستيشن، لما تفضلت واحد بيقرا كتاب. انا الشخص الوحيد اللي راكب بالقطار مش عارف وين رايح. ده احساس لا يوصف على فكره. الكلمات تعجز انك انت تقول اصلا دي مش توهان، انت عديت مرحله التوهان، تجاوزتها. لانه انا خليني احكي لك شغله. هلا الانسان عفوا ما يكون تحت تاثير اي مخدر وتايه، هو مش تايه لانه هو بعالم ثاني، كانه نايم هو خارج عن. بس انك تكون مستيقظ وغايب، هذا شعور اختلط في بعضه، ده اصعب. يعني الانسان شعرت بالخوف، الناس شعرت بالجوع، شعرت بالعطش، بالقهر، بالظلم. اما انك تشعر بشعور اللا شيء، اللا مجهول، هذا قاسي جدا. كنت متذكر تقريبا القطار بيعمل زي، فانا مش عارف وين رايح. نفخت صهد على القزاز وكتبت طارق على القزاز بالبخار اسمي. متذكر هذا حكي من سنين. وضلتني انا مش عارف وين انزل. نزلت على فرنسا. اول ما نزلت على فرنسا طبعا لا فلوس، يعني انت بتتكلم لا فلوس انا كنت ولا هدف ولا هاي كارثه. يعني وبعدين البرد في اوروبا مش برد عادي، انت دنيا غير الدنيا خالص، عالم ثاني. وبعدين في شيء، وبعدين يعني بعيد عن امي، بعيد عن اهلي، بعيد عن اخواتي، يعني ما فيش، بعيد عن اصحابي، اتصل بواحد اشكي له همي. ترى هي معاناه صعبه. يعني لسه عفوا الناس الانسان اذا كان مسجون في سجن من السجون بياكل وبيشرب، هو مستني انه يتفرج عليه. اما هذا شعور انت يعني عفوا شعور صعب جدا يعني. فالمهم انا كنت موجود في اسبانيا، فرنسا. نزلت فرنسا. اول ما نزلت في القطار فطبعا انا ما كنتش حابب ان الشرطه الفرنسيه توقفني تقول انت بتعمل ايه في فكنت حافظ كلمتين فرنسيات طبعا بيدرسوك الناس يعني. فقال لي اذا الشرطه الفرنسيه وقفت. سلام يا صاحبي. على راس الاردن والاردنيه، ربع الكرامه وربع الحميه، هو على راس الاردن